اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن كروت مشتريات البنك الاهلي المصري. والبنك الاهلي المصري عامل جوائز على المشتريات الخاصه باستخدامات كروت البنك الاهلي المصري، كروت المشتريات يعني. هنشرحها مع بعض ونشوف ايه تفاصيلها وعباره عن ايه. بس قبل ما اكمل الحلقه، يا ريت اللي بيشوف الحلقه اول مره سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه ولايك وشير الفيديو. اما متابعين الموجودين على القناه، يا ريت لايك وشير الفيديو. البنك الأهلي أعلن إن في حملة لمدة شهرين، اللي هو شهر 7 وشهر 8، على المشتريات اللي سيتم شرائها سواء محليا أو دوليا من خلال كروت البنك الأهلي المصري. وخاصة كروت الائتمان، مش أي كروت. يعني في كروت اللي هي الخاصة اللي بتطلع على الحسابات اللي احنا بنسحب بيها الفوائد والرصيد اللي جوه الحساب، دي ما عليهاش الحملة الترويجية. لكن الحملة الترويجية اللي موجودة على كروت اللي هو كروت بطاقات المشتريات، اللي هي كروت الائتمان، او اللي احنا بنسميها كريدت، او اللي احنا بنسميها بطاقه المشتريات، حسب كل واحد على حسب يعني المصطلح اللي عارفه بيها. بس هو المصطلح العام اللي احنا كلنا عارفين، اللي هي كارت المشتريات. تمام. اي حركه سحب او اي حركه مشتريات، مش سحب، اي حركه مشتريات هتتم، انا داخل محل اشتري او داخل على اونلاين على النت اشتري حاجه. اي حركه شراء في قيمه 1000 جنيه وانت طالع، كل 1000 جنيه هتمثل فرصه واحده للفوز. يعني انا مثلا دخلت محل اشتريت مثلا موبايل وليكن قيمته مثلا 10000 جنيه، فانا كده عندي 10 فرص للفوز. تمام. طب افرض انا اشتريت مثلا حاجه بمثلا ب10000 ونص، او 10000 مثلا و900، لا، هيبقى 10 فرص برضه. لازم تكسر الألف عشان خاطر نوصل لمرحلة ان كل على كل 1000 جنيه في فرصة فوز واحدة. تمام كده. طيب، المشتريات دي على يعني سيتم احتساب هذه الفرصة على كروت المشتريات المحليا ودوليا. دي أول حاجة. سواء عملت حركة سحب أو عملت قصدي حركة شراء محلي أو حركة شراء دولي، هيتحسب على كل 1000 جنيه فرصة واحدة. طيب، الجوائز عبارة عن 125 ألف جنيه لكل فايز، وهيبقى فيه 10 فايزين في شهر 7 و10 فايزين في شهر 8. السحب بتاع شهر 7 هيتم في أول 8، والسحب بتاع في شهر 8 هيتم في أول 9. وهيتم توزيع الجوائز على العملاء في حفلة هتتعمل في شهر 10. هيتم توزيع الجوائز، اللي له حساب هتلاقي الفلوس داخلة في حسابه مباشرة، واللي ملوش حساب هيتعمل شيك مصرفي بقيمة 125 ألف جنيه، ويتم تسليمه إلى الشخص اللي فاز عن طريق سحب عشوائي. هيتم تحت إشراف وزارة التضامن على إجمالي 20 جايزة نقدية، وزي ما احنا قلنا متقسمين 10 و10، وقيمة كل جايزة 125 ألف جنيه. في شوية أسئلة كده لازم أوضحها عشان يبقى يعني الكلام فيها يبقى واضح شويه. طب لو واحد عنده كارت فيزا اساسي، يعني أنا عندي كارت مشتريات وفي حاجه اسمها كارت اضافي بيطلع عليه، هل لو انا عملت يعني حركه مشتريات على الكارت الاضافي والكارت الاساسي، الاتنين بيتحسبوا؟ الاتنين بيتحسبوا. يعني بيحسب الكارت الاضافي ده فرد، وبيحسب الكارت الاساسي ده فرد. يعني الاتنين بيتحسب ليهم فرصه مستقله على كل واحد. تمام كده. حركات الشراء من الاتنين بتتحسب. تمام كده. طيب، إيه، اتكلمنا كمان على طريقة ان هم ازاي هيعرفوا العميل ان هو فايز. هيبعتوا على البيانات الخاصة بيه جوه داخل البنك ده، بيان اللي هو رقم التليفون والايميل اللي موجود جوه البنك. هيتبعت بيه رسائل على رقم التليفون، وفي كمان ممكن يبقى فيه ابلاغ هاتفيا، ان هو يبلغ العميل هاتفيا في التليفون، بيقول له ان انت فزت بجائزه، يا ريت تيجي البنك على يوم كذا عشان خاطر، او طبعا مكان الحفله، عشان خاطر تستلم الجائزه بتاعتك في المكان الفلاني. امتى الجائزه بتتلغى؟ الحاله الوحيده اللي بيتم فيها الغاء الجائزه اذا كان حد فاز ولو قدر الله حصلت له حاله وفاه، فلا يصرح للورثه ان هم يستفيدوا من هذه الجائزه. يعني الجائزه للشخص اللي هو على قيد الحياه، اما اللي هو حتى لو فاز في الجائزه وتوفى، الورثه لا ياخدوا شيء من الجائزه. طيب، لو في حد جه سحب فلوس من كارت المشتريات عن طريق الفون كاش، يعني عامل حركة شراء عن طريق الفون كاش، سواء سحب كاش او حول من كارت المشترك اللي رابطه بالفون كاش، وعمل مثلا تحويل من حركة المشتريات على الفون كاش، هل دي تحسب حركة مشتريات؟ تحسب حركة مشتريات. وتخش السحب زي ما اتفقنا، كل 1000 جنيه عليها فرصة فوز واحدة. طيب، واحد مثلا عمل حركة مشتريات
تمام. وبعد ما عمل حركه المشتريات راح متصل بخدمه اللي هو الاهلي فون، وعمل عمليه الايه، التقسيط. هل الخدمه دي تتحسب ولا لا؟ تتحسب معانا في حركه المشتريات من المبلغ الاصلي. يعني انا مثلا كنت شاري موبايل ب 10000 جنيه، وبعد ما اشتريته اتصلت بخدمه الخط الساخن بتاع البنك الاهلي، قلت له قسط لي 10000 جنيه، يبقى يتحسب على 10000 جنيه اللي هم انا شاري بيهم الموبايل في الاول. تمام كده. طيب الحركات اللي خاصه بالبي او اس والحركات الاونلاين، يعني مثلا دخلت محل بشتري مثلا بالكارت، دي حركه، دي اسمها حركات بي او اس، حركه مشتري من خلال البي او اس، تتحسب. تتحسب. حركه الشراء اونلاين، الشراء اونلاين تتحسب. الحاجه الوحيده اللي ما تتحسبش معانا هو حركه التقسيط من خلال التاجر. يعني دخلت التاجر، هو عنده اصلا خدمه التقسيط، وقمت داخل مقسط مباشر، يعني من الاول قال لك انا هقسط لك عن طريق، دخلت قسطت، دي الحاجه الوحيده اللي الحركات دي ما تتحسبش. يعني لا، اذا كنت انت مقسط من البدايه عند التاجر ذات نفسه. يعني في بعض التجار موجودين اول ما تخش له هيقول لك انا عندي حركه تقسيط للمبلغ بتاعك من اولها كده، فيقوم داخل هو عامل لك التقسيط وعامل لك البرنامج، يقول لك انت هتعمل كذا كذا، ويخصم على الكارت ويدي لك الايه والكارت بتاعك، يقول لك كده انت كده تمام خلاص انت خلصت. دي الحركه الوحيده اللي مش هتخش تبع الجوائز. اي حاجه تانية شغال معانا، الا اللي هو الحركه دي والسحب النقدي. لو عملت سحب نقدي مش شغال معانا. ولو عملت حركة شراء من خلال التاجر او من خلال الشخص اللي انت داخل تشتري من عنده مباشر راح مقسط، دي مش هيتحسب معانا في الجوائز اللي موجودة. اتمنى تكون الحلقة فادتكم، وان شاء الله اقابلكم في حلقة جديدة. كل سنة وحضراتكم طيبين، ومع السلامة.